وآخر محاضرة طبعا من أهم المحاضرات، الأنتي ميكروبيال كيموثيرابي. ثانية بس نشوف التسجيل شغال ولا إيه. تمام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على طول بدون أي مقدمات. أول حاجة بيقول لك الأنتي ميكروبالز. إيه الأنتي ميكروبالز؟ الأدوية المضادة للميكروبات. أدوية بتستخدم لعلاج العدوى، سواء كانت بكتيريا تديله أنتيبيوتيك، الفيروس بنديله أنتي فيرال، الفنجاي أنتي فنجاي، والبرازيت أنتي بارازيت. في بقى حاجة من الحاجات الصعبة واللي في ناس ما بتفهمهاش أحيانا، البكتيريوسيدال والبكتيريوستاتيك. إيه الفرق بينهم؟ البكتيريوسيدال antibiotics ده بيقول لك these are antibiotics that kill bacteria directly. موت على طول، تدخل تهاجم الميكروب وتقتله. بيقول لك زي إنك تمسك واحد العدو وتخلص عليه على طول، مش وقت بقى إنه يقعد فترة، لا هيخلص عليه هو بنفسه. examples: penicillin، سفيروسبورين، فلوروكوانيونيز، زي الكابروفلاكسين أو الميترونيدازول أو مترودونازول. يقول لك كيس يعني they are usually used in severe infection or when patient has weak immunity، زي مرضى الكانسر مثلا اللي بياخدوا كيمو كده عندهم weak immunity. بس دي في مرحلة مش متقدمة، يعني حاجات بكتيريو سيدا اللي بيتموت على طول تكون في مرحلة متقدمة زي مرضى الكانسر. عفوا أنا اتلخبطت عشان الإميونيتي خلاص ما عادش موجود، بكتيريو أو ضعيفة جدا جدا يعني. بكتيريو ستاتيك أنتيبيوتيك كده النوع التاني. This don't kill the bacteria but they stop them from growing and multiply. يقول لك بتخلي الميكروب واقف مكانه كده، زي كأنه واقف مكانه كده، ما لا بيكبر ولا بيزيد في الحجم. وساعتها بقى الجهاز المناعي يتدخل بقى، يخش هو يكمل عليه، هو بس بيثبط النمو بتاعه، والجهاز المناعي يجي يأدي دور. معنى كده البكتيروستاتيك ما بيموتهاش كليا، هي بس بيثبط. إنما بكتيريوسيدل بيموت، زي سترا سيكلين، تتراسيكلينز، سيفالوس سوناميدز، ماكروليدز، زي الإريثروميسين. زي زكيز بيقول لك مناسبة في الحالات اللي مش خطيرة قوي واللي فيها مناعة المريض لسه شغالة بشكل معقول، يعني حاجة لسه ما دخلتش على كومبليكيشن كبيرة. طبعا أنا كاتب الكلام كله بالمصري وبالعربي، بيتهيأ لكم مثلا إن أنا وأنا بتكلم ممكن أكون بقرا نفس الكلام اللي أنا كاتبه، بس للأسف كنت قلته محتاجين شرح، فأنا شارح البي دي إفات بأكتر طريقة مبسطة عشان لو حد دلوقتي ما يسعفوش إنه يتفرج على الفيديوهات. تمام. طبعا الفيديوهات هتكون في البايو وفي التعليقات، لو حد عاوز البي دي اف يبعت لي على الواتس. الفرق بقى تلخيصا كده: بكتيريوسيد اللي بتقضي على الميكروب نهائي، انما البكتيريوستاتيك بتوقف نمو وتخلي الجسم هو اللي يتصرف معاه. حلو قوي كده. يعني كأنك في معركة، الأولانية بتقتل العدو والتانية بتشل حركته، تسيب باقي الجيش اللي هو المناعة، جهاز المناعة، يخلص عليه. تمام كده، تمام كده. سلفينوميدز بقى، سلفينوميدات ديت بتعمل ايه؟ آلية العمل بيقول لك البكتيريا بيخلي البكتيريا تنتج الفوليك أسيد، ده اللي بيمنع تصنيع دي إن إيه في البكتيريا. تمام، يبقى ده بيخلي البكتيريا تفرز فوليك أسيد، وده اللي بيخلي الدي إن إيه في البكتيريا ما يتصنعش، زي سولفاميسازول والترايميسابريم. بيقول لك الاتنين مع بعض بيعملوا حاجة اسمها كوتريميسازول. تمام.
خلينا فاكرين المثال ده كويس، الكو تريميثازون ده، زول ده. الاستخدامات اليو تي اي، urinary tract infection، أو بكتيريا دايريا، أو برونكايتس، أو أوتيتس ميديا، ميدل إير انفكشن تكون في الإير. تمام، دي حاجات هتاخدوها في بيدياتريك، الأوتيتس ميديا. سايد افكت سكين ألرجي، أنيميا especially in patient with G6PD deficiency اللي هي أنيميا الفول. كريستالويوريا بيكون بينزل كريستالات كده في اليورين، تحسها كده كأن الدم شكله غريب. لازم المريض في الحالة دي بيشرب مياه كتير عشان يمنع الكريستالويوريا دي. هي مش كريستالات أكيد حقيقية يعني أو شبيهة لها، لا، عشان بس لو الناس خدتها على محمل الجد لكن هي اسمها كده، ممكن تبحث عنها في النت، لكن ده مش مجال شرحنا الآن. تالت حاجة، في حاجة اسمها resistant البكتيريا، مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. البكتيريا ممكن تتعلم تقاوم المضادات، وده بيحصل لما نستخدم مضادات كتير بدون أي وعي، أو نوقف الدواء بدري قبل ما نكمل الجرعة. ده لما أنت تاخد دواء، سخنت خلاص خدت الدواء، خدت حباية خفيت شكرا، لا دي مشكلة. عشان كده لازم نلتزم بالجرعة الكاملة عشان ما يحصلش ريزيستنس منها، ودي بعدين لما أنت تيجي تاخد الدواء مش هيأثر عليك. تمام تمام. آه... نصائح طبية أو تمريضية. سالفينوميدز والكوتريميثازون لازم نشرب مية كتير معاه لو خد الدواء ده، ونراقب علامات الهايبر سنسيتيفيتي، ويا ريت ما نستخدمهاش في آخر شهور الحمل عشان ما تحصلش، أو لحديث الولادة عشان مشكلة نيونيتال جوندس الصفرة عند المواليد الجديدة. تمام، حديث الولادة. خامس حاجة معانا الكيموثيرابي. أدوية الكيموثيرابي هي مش كيموثيرابي قوي، لكن احنا هنفهم الموضوع ده في الآخر. المرضى اللي بيتعالجوا بالكيموثيرابي العلاج الكيميائي بيكون عندهم ضعف في المناعة، وده بيخليهم معرضين أكتر للعدوى المختلفة زي البكتيريا فيروسية وفطرية وطفيلية. عشان كده يتم استخدام برود سبيكترم أنتيبيوتيك، مضادات حيوية واسعة المدى زي الأموكسيسيلين وكلينودومايسين والسيبروفلكسين، دول بيستخدموا العلاج أو وقاية من العدوى البكتيرية. الأنتي فايرال دراجز زي الأسيلوكولوفير لعلاج الهربس، والأوسيلوتومايفير زي للإنفلونزا. تمام، الإنفلونزا على طول أنتي فايرال. أنتي فانجايال دراجز زي فلوكازول والنستاتين، دول مهمين جدا خصوصا ضد عدوى الكانديديدا اللي بتحصل في الفم أو جهاز الهضم. تمام، معظم العدوى في الجهاز الهضمي بتكون أنتي فانجا. أنتي بارازيتك دراجز، الميترونيدازول والأبيندازول والميبيندازول، دي ضد الطفيلات المعوية أو التهابات زي الجيرديا أو الانتوموبيا. الحاجات ديت ابحثوا عليها واعرفوها للمعرفة فقط، لكن هي بتتحفظ زي ما هي. وبالمناسبة الحفظ أهم من أي حاجة تانية في مادة الفارما. الحفظ ثم الحفظ ثم الحفظ. افهم في حاجات تتفهم زي البكتيريوسيتال، بكتيريوستاتيك، إن السمباثيك والباراسمباثيك نيرفس سيستم، حاجات كتير مجال للفهم، لكن في حاجات أكتر زي أسامي الأدوية مجال للحفظ فقط لا غير. ملاحظة أنت بسيطة كده، الأدوية دي مش جزء مباشر من الكيموثيرابي، لكن تستخدم كأدوية سبورتيف. يعني هي مش جزء، مش كيموثيرابي حقيقي، يعني مش كيموثيرابي مباشرة، لكن هي تعتبر سبورتيف ثيرابي لحماية المريض من أي كومبليكيشن. تمام. آه دي كي كونسبت كده، يعني حاجة جميلة. بكتيروسيدال بيقتل البكتيريا، بكتيروستاتيك بيوقف نموها بس، برود سبيكترم بيشتغل على أنواع كتير من البكتيريا، نارو سبيكترم بيشتغل على نوع معين من البكتيريا.
وخير الختام الحمد لله خلصنا الكورس، حاجة كانت جميلة جدا وشرحنا فيها أصعب المحاضرات، وأتمنى تكون المعلومات وصلت بكل سلاسة وبسهولة. لو في أي حاجة استفسارات حابب إنك تسأل أي سؤال خارج عن اللي إحنا بنتحدث فيه، يا ريت تبعت لي على رقمي على الواتساب. وأراكم على خير في محاضرات جميلة ولذيذة وسهلة بإذن الله. شكرا، كان معكم محمود ثروت من كورس فارما، وإن شاء الله نراكم على خير. السلام عليكم.